فيلم كوميدي، بس مش كوميدي، فيلم نص كوم. هنا صعيدي وهمام وشوية أفلام تقيلة معاهم، وهنا يوم ملوش لازمة وتيتا رهيبة وشوية أفلام خفيفة معاهم. هنا بقى مرعي بريمو ونبيل الجميل وشوية أفلام بنت يلا، وفي حراسة المرمى دخية إن شاء الله. حلوة التقسيمة دي، لايك وسبسكرايب بقى عشان نبدأ مراجعتنا. يلا يا واد عمي، هبتدي وش كده. ده التعاون اللي كنا مستنيينه يحصل من تاني بين هنيدي وسعيد حامد، يا ريته ما حصل يا اخي. مرعي البريمو من اخراج سعيد حامد ومن بطولة الفنان محمد هنيدي، ومعاه مجموعة كبيرة من الفنانين. بس خلونا الاول نتكلم عن الفيلم وخاصة القصة. قصة الفيلم ببساطة هي عن عم مرعي تاجر البطيخ اللي بيقابل دايما مواقف غريبة، واللي رد فعله فيها بيكون المفروض انه يضحكك وانت وضميرك بقى. قصة لطيفة، خصوصا ان هنيدي متمكن من اللهجة الصعيدية جدا، وكمان هو قال قبل كده ان شخصية عم مرعي هي شخصية حقيقية وهو عاصرها وهو صغير، وبالتالي كان طبيعي انك تشوف هنيدي بيأدي الدور بكل سلاسة وبدون غلطات تضايقك في تجسيده او نطقه. فالمتوقع ان هنيدي يعمل الدور حلو ويكون نقطة اساس يتبني عليها احداث الفيلم. لكن ايه اللي شفته ده يا معلم هنيدي؟ فين الفيلم يا ريس؟ دي سكتشات ورا بعضها وما بتضحكش، وما تخليش حد من لجان الفنان يوهمك ان ده عودة محمد هنيدي بقى وان الفيلم من اعظم افلام القرن وكلام الهجص اللي بيتردد كل مرة ده. الفيلم مش حلو، ولو باين عليا اني متضايق في المراجعة دي وحاد شويتين في رأيي، فده بسبب البوست بتاعك يا هنيدي. البوست بتاعك اللي اعترفت فيه ان افلامك اللي فاتت ما كانتش حلوة، ووعدت الناس انك هتصحح في الفيلم ده. لا يا بيه، ده كان كذب، دي سبوبة علشان انت منتج الفيلم. فبوست زي ده مع تاريخك الكبير هيخلي ناس كتير زيي يثقوا فيك ويدخلوا الفيلم وهم مصدقين انك راجعت نفسك وهتقدم حاجة فعلا تليق باسمك. لكن الواقع انها سبوبة علشان تكسب وخلاص. يبقى بما انك بتعمل سبوبة على قفا الناس بالكذب، استحمل بقى يا ريس رد الناس. الفيلم وحش زيه زي نبيل الجميل وعنتر ابن بتاعك ده، افلام لا هتتشاف تاني ولا عاوزين نفتكرها. ونصيحة ليك يا نجم بقى، انت بجد بقيت بتسحب من رصيدك عندنا، ومهما قلت بعد كده عن اعمال جديدة ليك مش هيتم التعامل مع كلامك على انه جد. لا خلاص اتفهمت السبوبة، ويا الف خسارة يا هنيدي لما توصل معانا للمستوى ده. وعلشان مظلمش كل اللي اشتغلوا في الفيلم، فالموسيقى اللي استخدمها عم سعيد حامد بتحسسك قد ايه ان ده عنصر مهم جدا ما ينفعش يتم اهماله في الفيلم. الموسيقى في الفيلم ده من العناصر الكويسة، وده كان طبيعي جدا، خصوصا لما تعرف ان المؤلف الموسيقي كان خالد حماد، وده برضو قصة كبيرة لفنان حقيقي ياما عمل موسيقى الافلام اثرت فينا كلنا زي صعيدي وهمام، افريكانو وامير الظلام. لكن الفيلم ده للاسف هيلبس في حيط بسبب السيناريو السيء اللي ما فيهوش اي كوميديا تقريبا. نقطة كمان، انا حسيت اني بتفرج على سكتشات ورا بعضها ويا ريتها بتضحك. ابتسامة في مشهد العزا، وابتسامة في مشهد لأحمد سلطان في اول الفيلم، ودمتم وانا والله ما بتلكك لهنيدي، ما هو مش جوز امي يعني، لكن انا بقول اللي حسيته في الفيلم واللي جاي اشرحه لك في مراجعتي له. نرجع لابطال الفيلم. احمد سلطان، مصطفى ابو سريع، علاء مرسي، محمد محمود، احمد بدير، ولطفي لبيب. كلهم كان مفروض ليهم الوقت علشان يضحكونا، لكن مع كتابة مش قد كده للفيلم كان طبيعي نشوف المنظر اللي شفناه ده. فيلم باهت. والعنصر النسائي في الفيلم يا عيني على العنصر النسائي ده كمان. هو انا بتكلم بجدية ليه كده؟ ده احنا في رحلة يعني على رأي هنيدي، بس طلعت رحلة بايخة للأسف. المهم، العنصر النسائي المتمثل في غادة عادل ونانسي صلاح وأي حاجة كمان، فكان أقل من العادي. أداء باهت ما علمش معايا في أي حاجة،
ده إن ما كانش أدائهم من نقاط الضعف اللي في الفيلم أصلا. من الآخر الفيلم هيتحط في السلة إياها لأفلام هنيدي الأخيرة. وتقييمي لفيلم مرعي البريمو هو 4/10. وكده أنا كارمه كمان. وسؤالي ليكم انتم بقى، هل بقيتوا بتتحمسوا لأي فيلم لهنيدي ولا خلاص راحت عليه؟ وبس كده، سلام.